طبعا السنة هذه ما شاء الله مسلسلات يمنية تعرض كثيرا، بعيدا عن محتوى السكر وبعيدا عن المحتوى اللي أنزله. أنزل منشورات على بعض اللقطات التي هي غير منطقية، أو نشيد بأحد الأشخاص الذين يمثلون تمثيلا جيدا. عندك مثلا مسلسل دروب المرقلة، هذا الموسم هناك مشاهد جميلة فعلا، لكن أحيانا تظهر لقطات تجعل المشاهد يحك راسه ويقول طيب ماذا حدث هنا؟ أعتقد الأغلب شاهد مشهد الكمين مثلا، بدأ بشكل ممتاز، فزاع يسيطر على الوضع والكمين يبدو محكما، ثم يدخل مهاوش ومقناص ويقنصون رجال فزاع باحترافية شديدة، طخ 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 طخ، لدرجة أنهم صفوا كل من حوله تقريبا. مين بقى؟ بقى العقرب وضع السلاح على رأس شاهين، والمشهد ما زال منطقيا إلى حد ما. فجأة يظهر فهد ويوجه السلاح إلى رأس فزاع، أيضا مقبولة دراميا، لكن بعد ذلك يبدأ المشهد يدخل منطقة العجائب. العقرب هو الشخص الوحيد الذي يهدد شاهين، وحاط السلاح على رأسه، مهاوش يصوب عليه، يهرب العقرب بكل بساطة. لحظة، قبل قليل كنتم تقنصون الناس بدقة، طخ 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 طخ، محترفين. والأغرب من ذلك بعد لحظات يظهر العقرب قريبا ومعه اثنان، بالرغم ان احنا شاهدنا المشهد انه الله يبارك ويقتل فهد كذا، يعني لم يهرب بعيدا اصلا، كان قريبا لدرجة انه رجع وقتل احد الشخصيات الرئيسية. الأطرف في المشهد كله أن مهاوش بعد هروب العقرب يبدأ يشرح كيف وصل إلى المكان، وكأن المعركة انتهت. يا جماعة، أليس المفروض أولا القبض على العقرب وفزاع ثم نسمع القصة؟ في النهاية نحن نعرف إمكانيات الإنتاج في الدراما اليمنية ونقدر الجهد المبذول، لكن المشاهد اليوم أصبح أكثر وعيا، ومع وجود تقنيات حديثة وحتى أدوات الذكاء الاصطناعي يمكن إخراج المشهد بطريقة أكثر إقناعا. النقد ليس هجوما، النقد ببساطة يعني أن المشاهد مهتم ويريد أن يرى العمل في أفضل صورة. أما الذين يغضبون من أي نقد وكأن المسلسل شركة عائلية، علينا قليلا، خفوا علينا شوية. العمل الفني عندما يعرض للناس يصبح من حق الناس أن يناقشوه وينتقدوه، لأنه بالأخير منتج. هذولا عندهم ميزانية تعرض لهذا المسلسل بملايين الريالات عشان يقدم لك محتوى، عشان يمثل لك اليمن، المسلسلات. بالأخير أنتم أخبار مسلسلاتكم.